في البداية عايز أقولك إن مظاهر الاحتفال بالعادات الرمضانية بيختلف باختلاف العصور القديمة، حتى لو كانت بعض الأفكار الطارئة لعصر معين اتحولت لعادات دايمة ومرتبطة بالشهر الكريم. وسط الاختلاف ده فضلت مباني مصر الأثرية ومساجدها القديمة شاهدة على مئات السنين من العصور المختلفة، وفضلت القاهرة القديمة صامدة في وجه أي تغييرات مهما مر عليها الزمن والحكام. تعالوا بينا نرجع بالزمن كده يجي 900 سنة ونحكي حكايات عادات رمضان في العصر الفاطمي كانت إيه وشكلها عامل إزاي. أنا محمد فرج وأنتوا دلوقتي في حياة زمان. العصر الفاطمي كان مشهور بحاجات حلوة جدا في شهر رمضان. أولها إن القضاة كانوا بيطوفوا في مساجد القاهرة والأقاليم عشان يتفقدوا الحاجات الخاصة بإصلاح وتعليق المسارج والأناديل، ويشوفوا الاستعدادات الخاصة والطقوس اللي كانت ناقصة واللي ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال رمضان يدخل من غيرها. الطقوس دي كانت زي إيه؟ أقول لك يا سعادة البيت، زي إصلاح وفرش وتعليق المسارج والأناديل. مش بس كده، ده كان بيوقد في ليالي المواسم والأعياد يجي أكتر من 700 أنديل. كان بيتم فرش 10 طبقات من الحصير الملون فوق بعضها كمظهر من مظاهر الاحتفال، وعشان تدي شكل جمالي حلو يليق بعظمة الشهر الكريم. الدولة في الوقت ده كانت بتخصص مبلغ من المال لشراء البخور الهندي والكافور والمسك، وده اللي بيصرف للمساجد في شهر الصوم. والفاطميين كانوا بيدشنوا عدد من الأسواق التجارية خلال الشهر الفضيل، منها سوق الشماعين بالنحاسين، وده كان بيعتبر من أهم الأسواق خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. كان فيه بيتم شراء الشموع، واللي كانت الواحدة منهم وزنها بيوصل 10 أرطال. كان سوق الحلويين المشهور بحلاوة العروسة والحصان الخاصة بالمولد. السوق ده كان بيتباع فيه كل أنواع اليميش من قمر الدين وبلح ومكسرات بيستخدموها على حلويات الكنافة والقطايف. اليميش ده كان موجود في سوق السمكرية جوه باب زويلة اللي هو بوابة المتولي في الغورية. الإقبال زاد جدا على شراء القطايف والكنافة، وكان بيتقال إن الكنافة صنعت مخصوص للخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، وقيل إنها صنعت للخليفة معاوية بن أبي سفيان. كل الرأيين بيحمل أسبابه، روايات كتير، ولأن كل متمسك بتاريخه وبيتشدد له. بعض الناس حاولوا يربطوا اسم الكنافة بكنافة معاوية تأكيدا إن أول ظهور ليها في عصره، وسبب اختراع الأكلة دي إن معاوية كان بيحب الأكل، فشكى إلى طبيب إنه جعان جدا في الصيام، فالطبيب وصاه بإنه ياكل الكنافة على السحور واللي فيها، لأن هي بتمنعه من جوع الصيام. أساتذة التاريخ الإسلامي أكدوا لنا إن تاريخ الكنافة بيعود للعصر الفاطمي، وإن المصريين عرفوها من قبل أهل بلاد الشام، وده لما صادف دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة، وكان وقتها في شهر رمضان. الأهالي كلهم خرجوا لاستقباله بعد الفطار، والكل تصارع إنه يقدم له الهدايا. الهدايا دي كانت عبارة عن كنافة معمولة بالمكسرات، واللي انتقلت بعد كده عن طريق التجار لسوريا. نيجي بقى للقطايف واللطايف. الروايات اختلفت على أصل القطايف بين العصر العباسي والفاطمي والأموي. الأولى كانت بتقول إن أول من تناول حلويات القطايف كان في شهر رمضان سنة 98 هجرية. الرواية التانية قالت لأ، دي كانت في العصر الفاطمي، وحكايتها بدأت لما كان صناع الحلوى عايزين يرضوا الخليفة ويشتغلوا في القصر، فقرر أحد الطباخين المهرة الأذكياء إنه يعمل فطاير صغيرة ويحشيها مكسرات ويقدمها للضيوف في القصر الملكي عشان يبهرهم. ولما سألوه إيه ده؟ قال لهم دي اسمها قطايف. طب إيه أخبار موائد الرحمن في الوقت ده؟ الخليفة الفاطمي العزيز بالله أول من عمل مائدة في شهر رمضان يفطر عليها أهل الجامع العتيق عمرو بن العاص. أقام الطعام في الجامع الأزهر للي كان بيحضر في شهور رجب وشعبان. كان بيخرج من مطبخ القصر في شهر رمضان 1100 قدر من جميع أنواع الطعام بتوزع كل يوم على المحتاجين والفقراء. احنا كده النهاردة خلصنا ملمح بسيط من عادات الرمضانية في الزمن القديم. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق أعمال حياة زمان بتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوف على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير لو عجبتك الحلقة. شكرا ليكم، سلام عليكم.